واخيرا بدأ برنامج رامز اللي الكل مستنيه السنه دي. بس البدايه كانت مش متوقعه ابدا. ضيف النهارده كان نجم الشاشه ونمبر 1 محمد رمضان. ظهر محمد بثبات انفعالي رهيب. تقريبا كده دور جعفر العمده مأثر عليه شويه. بس الهبه ضاعت بعد سؤال المذيعه لمحمد رمضان: ايه الفرق بين الشاي التركي والشاي المصري يا محمد؟ محمد رمضان يرد عليها ويقول لها: الشاي المصري مصري. الله عليك، احسنت يا ابني والله. برافو يا محمد، هايل يا فنان. إجابة طالب ما ذاكرش حاجة خالص قبل الامتحان. بس الغريبة بجد هو محمد رمضان ونمبر 1 والبطل القوي العابر للقارات، إزاي ما يحبش الخيل؟ ده كلام برضه يا رمضان. واضح كمان إن محمد رمضان كان متوتر وهو راكب الخيل، وكان مستعجل قوي على النزول. شكله كده كان خايف. اجمد كده لا ما تعيطش. أمال لو عرفت دلوقتي إن التور داخل عليك هتعمل إيه؟ رمضان أول ما شاف التور داخل عليه اترعب وملحقش يفوق من الصدمة. لقى نفسه محذوف في أوضة ملهاش أول من آخر، بتتشقلب وتدور وكأنه في نهاية العالم. بس خلينا نقول إن محمد رمضان طلع نمبر 1 بجد وحقيقي. ثبات انفعالي مش طبيعي. لو متفقين معاه يمثل في البرنامج مش هيطلع لنا بالشكل ده. مفيش أي ردة فعل حتى بعد ما عرف إن ده برنامج رامز. جو اللي هناك ده مش واكل معاك في حاجة؟ وكالعادة محمد رمضان في أي وجود ليه قدام الكاميرا لازم يظهر مواهب التمثيل والغنى اللي جواه. الحلقة انتهت بعرض استعراضي لنجم الجيل محمد رمضان مع واحدة من أغانيه المشهورة مافيا مافيا. بس أنا عندي سؤال مهم قوي دلوقتي، هو محمد رمضان واخد كام في الحلقة دي؟ اكتبوا لنا تحت في الكومنتات توقعاتكم لأجر محمد رمضان في برنامج رامز نيفر إند.